اهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان، اتمنى تكونوا بخير وباحسن حال. في حلقتنا النهارده بنتكلم عن القطط. ايوه زي ما سمعت كده قلت بنتكلم عن القطط. والقطط دي كانت بتمثل ايه بالنسبه للمصري القديم من حيث اهميتها؟ اكتشفنا ان القطط كان بيتم عبادتها في مصر القديمه، والمصري القديم كان بيعبد القطط، بس ما كانش اسمها قطط بقى، لا كان ليها اسم تاني اسمه باستت. بنلاقي ان في بعض القرى ريف مصر كان بتحمل اسم باستت، زي تل بسطة اللي في الزقازيق. ولقينا في تل بسطة الكتير من المومياوات المتحنطة للقط باستت، وعلى التماثيل الخاصة بيه كمان. وبيطلق على القط انه ذو 7 ارواح زي ما احنا عارفين، لان ان الصفة دي كمان بيتمتع بيها رع. واللي ما يعرفش مين رع ده، هو كان معبود بيعبده برضو المصري القديم زمان. ولقينا تم تدوين في المتون المصرية ان كان باستت ذو 7 ارواح، ثم اصبح ليه بعد ذلك 11 روح. وكان القدماء المصريين بيعتقدوا ان القطة مظهر من مظاهر الشمس رع. بس كده كانت حلقتنا خفيفة النهاردة، اتمنى تكونوا لو استفدتوا بمعلومة بسيطة. انتظروني الحلقة الجاية بمعلومة جديدة. سلام.